اهلا بيكم في مطبخ حاجة حلوة. لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل وصفاتنا الجديدة. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة اقتصادية جدا وسهلة. عملتها من بواقي اللحمة اللي كانت عندي في الفريزر. اقتصادية جدا، تنفع تعملوا جنبها شوية مكرونة كده مسلوقين او محمرين، هتبقى حلوة جدا، وشوية سلطة. وجبة متكاملة وشهية جدا. يلا عشان ما اطولش عليكم نبدأ بسرعة في وصفتنا. هنبدأ بالمكونات معاكم. المكونات بتاعتنا بسيطة خالص، متوفرة بسهولة عندنا. أول حاجة هتكون معانا، هيكون عندنا معلقة من البقدونس ناعم، يكون مفروم كده حلو ومتنعم، وبطاطساية صغيرة مبشورة ناعم خالص ونصفيها كويس من المية أهم حاجة. وعندنا بصلاية صغيرة مبشورة وبرضو نصفيها كويس من المية. خطوة تصفية المية دي مهمة جدا عشان الكفتة ما تفكش. وعندنا 150 جرام من اللحمة المفرومة. عندنا معلقتين بقسماط ناعم ومعلقة بابريكا وملح وفلفل وبضاية. دي بس كل المكونات اللي احنا هنحتاجها في وصفتنا النهاردة. تعالوا يلا بينا نشوف هننفذها ازاي. هنضيف البقسماط على المكونات بتاعتنا اللي موجودة بالشكل ده، ونحط كمان التوابل، الملح والفلفل والبابريكا، وكمان هنحط عليهم البضاية. ونبدأ ان احنا نمزج كل المكونات دي بايدينا ونخلطهم كويس جدا. خطوة التقليب هنا مهمة قوي قوي، بحيث ان المكونات كلها تتداخل في بعض وما تبقاش فيه حتة واخدة من التوابل وحتة لا. نقلب كويس قوي بحيث كل المكونات تتداخل في بعض. شايفين؟ بصوا بعد ما اتقلبت كويس بقت عاملة ازاي. تحسوها بقت شبه العجينة. ولما تمسكوا منها قطعة كده وتحاولوا تشكلوها هتلاقوها سهلة جدا في التشكيل وبتتشكل معاكم بسهولة. شايفين منظرها عامل ازاي؟ هنبدأ بقى دلوقتي في تصبيعها، وهتشوفوا الكمية البسيطة دي هتعمل لنا كام صباع من الكفتة. بصوا بتتشكل بسهولة خالص، ما بتلزقش في الايد وماسكة نفسها خالص خالص. اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ممكن تستبدلوا ال 150 جرام من اللحمة دول برضو 150 جرام من الفراخ المفرومة الناعم. هتنفع معاكم في الوصفة وبرضو هيبقى طعمها حلو جدا جدا. انا هصبع معاكم كام واحد كده وهكمل باقي الكمية وارجع لكم تاني. طبعا انا بصبعت في الحجم ده، ما حبيتش اكبرها عن كده لان هي مش هتكش ولا حاجة لما نسويها. احنا هنحمرها في الزيت وهتشوفوا ان هي هتفضل محتفظة بالحجم بتاعها ده. ودي كانت كمية الكفتة بعد ما خلصت كلها عملت معايا 14 صباع من الكفتة. شايفين؟ كمية محترمة تكفي الأسرة كلها في الغدا إن شاء الله. أهم حاجة بقى دلوقتي نحط طاسة سخنة على النار يكون فيها زيت. أهم حاجة بس الزيت يكون سخن، وهنحط فيه الكفتة. واول ما نحط فيه الكفتة ان شاء الله نوطي النار بس شوية، بحيث ان الكفتة ما تطلعش نية، يعني ما تتحرقش من بره وتبقى نية من جوه. لا، هنسقطها والزيت سخن قوي ونوطي النار عشان الكفتة تستوي. حطيت الكفتة في الزيت زي ما انتوا شايفين كده، زيت غزير.
وبنسقط فيها الكفتة، واول ما بتستوي بطلعها بره. ودي بقى كانت شكل الكفتة بعد ما استوت. بالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل وصفاتنا الجديدة. مع السلامة.